بعد أن أكملت الدراسة في المعاهد الشرعية الوهابية، سافرت إلى السعودية في سنة 1989. وفي السعودية كان وصولي في وقت أو في الأيام الأولى التي ارتحل فيها الإمام رضوان الله عليه، الإمام الخميني صلوات الله عليه. في هذه الفترة ارتحل الإمام رضوان الله عليه وأسكنه الجنة، فكان من الطبيعي أن تشتعل المملكة كلها لعنا للإمام. فكنت أذكر دخلت إلى مسجد من المساجد لصلاة الجمعة، ولم أكن أعرف أن الإمام قد ارتحل، فبدأ الخطيب من على منبره يقول: مات اليوم ألعن إنسان ظهر على وجه الكرة الأرضية، مات اليوم ألعن إنسان ظهر منذ 1000 سنة، مات اليوم أحد الرجال الذين كانوا يشكلون أكبر خطر على الإسلام والمسلمين، مات اليوم. وظل يلعن طوال الخطبة الأولى لعنا وشتما وهكذا الخطبة الثانية. وعندما خرجت من المسجد التقيت مع زملائي من السعوديين ومن اليمنيين، فسألتهم ماذا كان موضوع الخطبة؟ قال: موضوع الخطبة الرجل الملعون الذي مات اليوم. كل الخطب، كل المجلات، كل التلفزيون، كل الإذاعات اتجهت إلى سب الإمام. طبعا كانت ظروف سياسية خاصة، بحكم أن المنهج في تلك الأيام كان يدرس كتابا في تكفير الشيعة، الآن ألغي، وبحكم أن الحرب كانت قائمة بين الدولتين بطريقة غير مباشرة ولأسباب سياسية كذلك، أضف إلى ذلك حقد متوارث منذ مئات السنين، فلا غرابة الذين يكرهون الإمام الأكبر الإمام علي أن يكرهون الإمام الأصغر، لا غرابة من ذلك.